مساء العسل ومساء الجمال ومساء كل حاجة حلوة. عاملين ايه بقى في الجو البرد ده؟ وحشتوني كتير كتير. اخباركم ايه؟ يا ريت بقى نبتدي نتفرج على الفيديو كده. حطي لي لايك والاشتراك لو لسه مشتركتيش، ويلا بينا نبدأ الفيديو. عملت لكم ايه بقى؟ شوية فاصوليا بيضة كده على حتة فراخ بصينية فراخ كده ببطاطس. يعني بصي عسل، عايزاكم تجربوها وتقولي لي الطريقه دي. طبعا عارفين الطرق الكتير اللي بنعملها، بس رجعنا للطريقه بتاعت الاول بتاعت زمان، رجعنا لها تاني. معلش استحملوا صوتي بقى عشان البرد. انتوا عارفين ربنا ما يكتبه على حد، البرد بتاع الايام دي سحر اسود مش برد. فيلا بقى نبتدي الفيديو وشوفوا الاكل معانا. والطريقه والله بسيطه، في ناس كتير انا بتعلم منها، بس دي حاجه كده ايه لاخواتي اللي لسه مبتدئين، اللي لسه متجوزين جديد. الطريقه دي قديمه، يعني احنا بنحب الاكل فبنبتكر فيه، بس الطريقه دي قديمه وبصراحه احلى طريقه هتاكلي بيها صينيه فراخ. وشوفوا بقى الاكل اللي معانا النهارده، كان اكل بسيط وحلو ويا رب يعجبكم. متنسونيش في اللايك والاشتراك يا بنات. عايزه اقول لكم ان البرد عامل عمايل، وهنا جبنا الفراخ ونقعناها، وهنا بقى الفاصوليا، وهنا طلعنا لحمه من الفريزر اللي كانت عندي موجوده قبل كده. بصوا يا بنات، الفاصوليا انا بجيبها نصاص او رباع، فكان عندي حبه فزودت عليهم يعني بقيته من الربع ده، انا ما بعملش الربع كله. وكده غسلناها وحطيناها تتسلق. وهنا كان بقى ايه الحاجه اللي احنا جبناها، اللي هو الخضار بتاع الاسبوع، بس انا كان عندي حاجات في التلاجة موجودة، فيعني مش جبت بتاعة الاسبوع كله، ده اللي كان ناقصني. جبت السفندي للبنات عشان بتحبه، وجبت بتنجان عشان هيثم بيحبه، هعمله بتنجان مخلل. وجبت بطاطس من عند واحد، ورجعت جبت تاني بطاطس من عند واحد تحت البيت، دي كانت ب10. ماشي يا بنات. البطاطا على فكره عايزه اقول لكم الايام دي بتحمر بسرعه وحلوه ومقرمشه وكده. كنت جايبه للبنات حاجات حلوه وانا طالعه، وجبت اوكسي معايا عشان اغسل، وحاجات يعني للغسيل معايا من تحت. فلما نزلت جبت الحاجات اللي انا كنت محتاجاها، وزي ما قلت لكم كان عندي حاجات في التلاجة. معلش بقى على صوتي عشان البرد. بصوا، جبت هنا كان نعناع، الراجل اداهولي بصراحه، يعني انا ما اشتريتهوش، هو اداهولي كنت بساله عندك نعناع، قال لي اه بس مش طازه، خدي دول عقبال ما اجيب. جبت فلفل احمر وجبت فلفل اخضر وليمون وخيار، فجبتهم كده. جبت نص خيار واربع من الحاجات دي اللي انا عندي. وجبت بطاطا للبنات بعملها لهم برضو بطريقه حلوه، هوريها لكم، غير الشوي وغير ان هي في حله، طريقه تانية جربتها وحلوه، فهطلع اصورها معاكم واوريها لكم. ودي البطاطس التانية اللي انا جبتها من تحت البيت برضو، بس بوريكم ان هي نوعين بطاطس، بس الاتنين تحمير ومفيش فيها اختلاف. بس بصراحه حسيت الاتنين كيلو اللي انا جايباهم مش هيكملوا معايا كام يوم. بنات انا قايله لكم ان في حاجات عندي في التلاجة من الاول، بجيب حاجات كده كل اسبوع، فساعات حاجات بتزيد للاسبوع اللي بعده، وساعات حاجات بتقل، ساعات بحتاج حاجه تاني بنزل اجيبها. وجبت البصل عندي هنا ب30، بس عند بيت ابويا ب25، يعني عند بيت اهلي وكده. فدي الحاجات اللي احنا جبناها النهارده. بصوا بقى تعالى اوريكم صينيه البطاطس هنعملها ازاي. بس هاجي كده هجيب 3 بطاطسيات او 4، يعني على حسب، انا مش عايزاها كبيره قوي. وهبدأ كده ان انا اقشرها، بصوا قشرتها خفيفة، هبدأ ان انا اقشرها كده، واخلص كده الكمية اللي معايا، وهفضل ان انا اقشر فيها واشيل الزيادات. بصراحة القشرة دي بتنجز عن السكينة، انا كان عندي السكاكين باردة قوي، خدتها وديتها يعني اللي هو بيسن السكاكين، ففتحت لي ايديا، فمش عارفة في ايه. فالمهم كده هفضل ان انا اقشر فيها. بصوا بقى يا بنات، عايزاكم اقول لكم لما بتجيبوا الحاجه بتاعه الاسبوع دي، في حاجات بتزيد عندكم، في حاجات بتقل، فحاولوا ان انتوا تحافظوا على الخضار، ان الخضار بالذات ملوش روح، انتوا عارفين ان الخضار يعني بيبوظ بسرعه. فهاتوا الكميه اللي انتوا هتستخدموها في الاكله، يعني الاكله بتاعه النهارده انا هستخدم فيها كوسه، واحنا هنا يعتبر فردين للاطفال، يعني البنات مش بتاكل اللي هو الاكل اللي هو، فهجيب نص كيلو، مش هجيب كيلو. الكيلو التاني النص بتاعه هيبوظ، الا لو كان عندي حد يعني، فهزود في الكمية. ما عنديش حد، لا هجيب نص، ولما احتاج هنزل اجيبه تاني. بس الاساسيات ايه بتاعة الاسبوع؟ اللي هو الطماطم، البصل، البطاطس، الفلفل، الخيار، دول عادي بيقعدوا في التلاجة، الليمون كده. وهنا جبت بقى بصلتين معايا، بصوا متوسطين الحجم، بصراحة انا مش منقية البصل الكبير، ان انا يعني ما بحبش اجيب الحاجة كبيرة كده، ما بعرفش اقطعها اللي هو خرطها وكده، فبجيبها صغيرة اللي هي متوسطة الحجم او صغيرة لو هحتاجها في الشوربة او حاجة.
فالاول كنا بنجيب البصل ده بالكميات، كان التلاتة ب10 والاتنين ب10، دلوقتي ب30 وب35، وكان بفترة ب40 وب50. يلا الله يعيننا. فجبت كده 2 كيلو، فخدت منهم بصلتين مع الثلاث بطاطسات اللي انا كنت عاملاهم. هبدأ برضو ان انا اقشرهم. بصوا انا عايزة النهاردة كل الخضار يبقى قطع كبيرة، مش عايزاها قطع صغيرة عكس ما بنعملها في التقلية او التسبيكة يعني بتاعة الاكل وكده. فعايزاها قطع كبيرة. ليه؟ اللي ما بيحبش البصل ما ياكلوش، اللي بياكل البطاطس ياكلها كده. انا عندي جزء ما بيحبش الفلفل، في ما بيحبش البصل، في بيحبه، فقطعها كبيرة. انا عايزاها كبيرة ان هي هتخش الفرن. لو انتوا بتستخدموا الكيس الحراري حطوا الوصفة دي في كيس الحراري، ولو بتحبوا الخضار المشكل اللي هو الكوسة وكده حطوها، بس انا بصراحة ما كنتش جايباها. فبصوا كده خلاص الشنطة دي كده خلصتها عشان اخلص اللي عليا. هنا كان في حاجات بسيطة بس في الحوض في العين التانية فمخليها. هعمل ايه بقى؟ كنت نقعت الفراخ بليمون وملح وخل، فهبدأ ان انا اشطفها كده، ما بحطش عليها دقيق ان هي بصراحة نظيفة يعني اللي بجيب منه عارفاه. فهبدأ ان انا كده اشطفها. ماشي يا بنات. وهغسل ايدي، هفصل هنا وهروح اغسل ايدي في الحمام وهرجع لكم تاني. هجيب بقى الخضار اللي انا قطعته، هبدأ ان انا اغسله، وهغسل الخضار اللي انا هحطه اللي هو الفلفل والفلفل الاحمر وكده، هغسله تحت المية. خلي بالكم من الغسيل يا بنات، في الايام دي بالذات في الشتاء الامراض بتكتر فيها. يعني احنا في ايام الشتاء كده الامراض بتكتر مش عارفة ليه، والنزلات والاطفال وبرد وكده. فنحافظ على نفسنا، وعلى قد ما تقدروا اشربوا حاجات دافية. والله انا بشرب وبعمل ليمون بعسل وكده، بس البرد مش سايب حد في حاله. يعني انا ممكن لو شفت حد في الشارع عنده برد اعيا على طول. انا مش هضرب قوطه النهارده خالص، مش هضرب القوطه. انا هقطع معايا القطيتين، قطيتين 3 قطيات كده، وكام فلفلايه وليمونه ومعلقه عسل بقى، وهنشوف التتبيله بتاعتها هتبقى خطيره، ومستردة وكاتشب. هنشوف التتبيله بتاعتها النهارده حاجه تاني، حاجه خيال بصراحه. الوصفه دي بتبقى قديمه مش زي صينيه البطاطس اللي احنا بنعملها الايام دي، بس جربوها بجد بالطريقه دي حلوه قوي قوي. وزي ما قلت لكم لو هتحطوها في كيس حراري حطوها برضو في صينيه يكون فيها ميه، ويعني وسيبوها في الفرن. بصوا كده هقطع البطاطس حلقات، حلقات اللي هي الدوريات يعني يا بنات. ماشي. هبدأ كده ان انا اقطعهم، هم زي ما قلت لكم 3 بطاطسيات ولا اكتر ولا اقل. لو عندك عزومة اعمليها بكمية اكبر، الكميات دي بتاعتك انت، يعني انت نفذي الوصفة بس على الكميات اللي تعجبك، اقل اكتر. فانا بعمل بصراحة الاكل ما بيطولش عن يوم، وتاني يوم نتغدى منه احنا والبنات. اني هيثم ما بياكلش من الاكل غير مرة واحدة، ودي حاجة بجد تعباني واي واحدة بتتجوز جديد ما توافقش على الحاجة دي. يعني لو لقيت جوزها بياكل الاكل يوم مره واحده لا ما تطوعهوش. وهنا البصل اقطعه حلقات كده كبيره، مش هقطع حلقات صغيره، عايزاها كبيره. فيا بنات ما تطوعهوش على حته الاكل كل يوم، مش عشان المطبخ ولا اي حاجه، احنا بنحب الاكل. يعني بحب كده اقوم اخترع اعمل اي حاجه اجربها حلوه وحشه كده مره مع مره، بس مش عشان الوقفه، عشان بجد حرام يعني في الايام اللي احنا فيها في الغلو. اظن على الناس كلها الغلو، مش في الاكل وفي الشرب، في كل حاجه المعيشه كلها بقت غاليه. فحاولوا تعملوا اكل يعني يزيد معاكم كام يوم. فانا بصراحة هو لو زاد ما بيتاكلش، ولو شلته في التلاجة مش باكله. ومش هقول لكم انا ما اعرفش حد يعني يكون محتاج في المكان اللي انا فيه، ان هنا يعني كلهم الحمد لله. ف ما اعرفش حد يكون محتاج فيه ان انا اطلع له الاكل وكده. كنت بعمل كده في الاول، كان ممكن الاكل يترمي. والله يا بنات يعني حرام، اول ما اتجوزت كنت برمي حاجات كتير. فيلا. وهنا بقى قطعت خرطت البصلايه كده شرايح كبيره، والبطاطس والفلفل الاحمر ده عايزه اقول لكم نار ما كملتوش، نار حراق قوي قوي، فعشان البنات برضو حرام تاكل. فقطعت كده فلفل رومي برضو معايا حلقات كبيره، كله كبير زي ما قلت لكم. ماشي يا بنات. وهقطع الفلفل الاخضر اللي هو العايز الاخضر، وهعصر الليمون كمان. انا بس بشيل البذر منه، يعني بيبقى فيه بذر كده جواه فبنشيله عشان ما يبقاش مستحب بس في وسط الاكل. والله الاكله دي لو عايزه تعمليها في عزومه بجد هتبقى جباره. وكمان عملت معاكم المكرونه البشاميل، بس انا عملتها قبل كده قلت لكم احنا بنحبها بالفراخ، بالفراخ والكاري. ماشي. فانا بصراحه عاملاها بالفراخ مش عاملاها باللحمه. والطماطم برضو قطعتها قطع كده بس. معلش بقى، بعمل ايه كده، بقطع الطماطم قطع زي ما انتوا شايفين. انا مش عايزه اجرركم الفيديو بس عشان عايزه في بنات لسه يعني
بتطبخ جديد وبتعمل اكل جديد فتاخد الوصفه دي وتعملها. انا بتعلم من القنوات الكبيره، بس بجد الوصفه دي حلوه قوي. بصوا هنا كده المقطع بتاع الفراخ كان اتمسح. انا حطيت التوابل اللي هي الملح وشطه وفلفل اسود وكمون وكزبره والبهارات وورق الغار او ورق اللورا زي ما بيسموه. الاكله دي انا ما بحبش التوابل، بس هنا هحط التوابل فيها. وكده جبت مستردة وكاتشب وتبلت، يعني خدت كمية من البصل والحاجات دي حطيتها حشيت بيها الفراخ، ودعكت البصلايه والقطايه والحاجات دي بالتوابل اللي انا قلت لكم عليها، وحطيت الفراخ فوق الوش وحطيت معلقتين سمنه بلدي. مش يا بنات دي كانت فرخه مش اكتر، فرخه وكان في عندي ورك في التلاجة فقلت حرام اسيبه في الفريزر فطلعته برضو حطيته، وحطيت عليها معلقه سمنه بلدي كده من فوق. وبصوا مش هزودها ميه ولا اي حاجه، هدخلها الفرن بقى وحطيها. عايزه تحطيها في كيس حراري زي ما قلت لكم حطوها. بجد يا بنات كانت حلوه قوي، وكمان اللي بيحبوا الخضار المشكل يحطها. بس هنا مفيش حد بيحب الكوسه والحاجات دي، انا بس اللي باكلها او ماما لما بتبقى هنا. لكن هيثم والبنات مش بياكلوها، بياكلوها بس بشوربه الخضار، غير كده لا. معلش بقى. فكده هندخلها الفرن زي ما قلت لكم، وهنشوف بقيه الاكل. على فكره انا عامله صلصه معاكم، فعندي صلصه في الفريزر فهطلعها للفاصوليا على طول. فهي بصراحه متصلصله بالبصلايه بتاعتها بكل حاجه، كنت عاملاها في اكله وزادت وعامله قوطه وشايلاها صلصه زي ما انتوا شفتوها. فهطلعها للفاصوليا على طول واللحمه. بصوا بقى شكل الصينيه ولا ريحتها يا بنات، ريحتها جباره والله، جربوها تحفه. وكانت الفراخ دايبه دوب كده، دايبه ومش اللي هي بقى ناشفه ولا عايزه تستوي، لا دايبه وحلوه قوي قوي. جربوا صينيه الفراخ كده بجد مش هتندموا، مع حبه رز كده واحده بواحده او بالشعريه، جربوها كده شكلها وريحتها كانت تحفه. ويا ريتكم كلكم كنتوا تدوقوها معايا والله، انا مش بجامل فيها. بصوا بقى هنا احط على سمنه احمره كده، احط عليه مكعب مرقه. بس انا عايزاه الدرجه دي، مش عايزاه افتح، مش بحط عليه غير مرقه وكلمه ملح وفلفل اسود بس، ولا اكتر ولا اقل. المطبخ كان عايز. وهنا الرز انا كنت محمره الشعريه ونزلت عليها بالرز، وهبدا كده بصوا نظام حشو زي ما سامعين صوته كده، وميه من الكاتل او ميه مغليه هيبقى اطعم. وسمنه بقى بلدي وزيت الميه المغليه طالعه ايه، والملح بتاعك يا ستي ودقيه وخلاص. هنا لسان العصفور حطيت الفلفل اسود وملح ومكعب مرقه فقط لا غير. وهنا الرز كان بيتشرب، هنوطي عليه بقى البتنجان. البتنجان ده حوار وحكايه، انا مش بحبه بس هيثم بيحبه. حمرنا له البتنجان كده، والدقه بتاعته هتشوفوها دقه دقه يعني. وعملنا صينيه مكرونه عملناها قبل كده معاكم فما صورتهاش، ان انتوا عارفين الطريقه. فالجديد مش يعني الجديد هو اللي هيتصور بس. باي.